السلام عليكم. كان في تجمع لأولتراس أهلاوي للاتفاق على بعض الأمور قبل مباراة الهلال. الكل بدأ يقول عن دخلة المباراة وعن الضيف الخاص بالمباراة. كان في بعض الاختلاف عن طريقة بداية المباراة وعن الدخلة اللي هيعملها جمهور النادي الأهلي. المباراة مهمة جدا ولازم تأثير الهتافات والتشجيع يوصل لقلب والعقل لكل لاعب هلالي، مش بس هتاف رعب، يوصل له رعب ويكون رعب لأبعد نقطة عندك. طلع كل اللي جواك، كل اللي في قلبك طلعه، ما تبخلش على النادي الأهلي بحاجة. اختلفنا كتير لكن في الاخر اتفقنا ان الموضوع لازم يكون مؤثر ومش بس شويه هدافات وتشجيع علشان الناس كالعاده تقول جمهور الاهلي بيقدم عظمه. لا، احنا عايزينهم يقولوا النادي الاهلي ادى درس لافريقيا كلها بدخلاته بهتافاته بتشجيعه، والناس كلها والعرب كلها وافريقيا كلها تعرف ان الاهلي لما بيتحرك جمهوره ترتعش القاره بحالها، تتهز زلزال بقوة 100 ريختر. احنا عايزين افريقيا كلها تبقى فاكرة جحيم استاد القاهرة في اليوم ده، بالهتافات والتشجيع اللي تفضل في الذاكرة وما تتنسيش طول العمر. لازم هتافات تهز وترعب اركان كل قلب مشجع هلالي او الادارة او لاعب هلالي. خش الملعب كده يبقى حاسس ان هو عايز يعمل لا مؤاخذة يعني بتبيع على روحه من الخوف والرعب. لازم تكون التالتة شمال جحيم من بداية المباراة وتفكرونا بالماضي، الماضي الجميل، من غير ما يتضرب ولا شمروخ ولا يبقى في اي مخالفات ولا اي حاجة تحصل، علشان انتوا كده هتقدموا عظمه برعب. والمره دي بقى لا فيها شماريخ ولا فيها حاجه، اصواتكم بس، اصواتكم بس اللي هتهز افريقيا كلها في مباراه الهلال. عايزين قياده واحده وصوت واحد فقط لا غير، مش مطلوب منك اي حاجه تاني. اكتر حاجه هتفرح جماهير الاهلي اللي في البيوت واللي في الاداره واللي في الملعب واللعيبه والاحتياطي وكله هي هتافاتكم اللي بتقشعر الابدان وبتغير رتم اي مباراه. وخلي بالكم المدرج رجع تاني بعد خطه تفكيكه وتدميره، والمدرج قادر على الصعود والانتفاضه من جديد. وانا واثق ان جماهير الاهلي مش محتاجه التراس، جماهير الاهلي نشأت وكبرت من تاريخ الكيان وكمان اتربى على حب الكيان، وواثق جدا ان ابن الاهلي الوافي المخلص هو اللي قادر يواجه اصعب الظروف واصعب الاوقات. وفي المباراه دي لازم ننسى اي خلاف ونركز على حقيقه واحده بس، هي المكسب. وتحيه لكل راجل هيروح الاستاد، يا ريتني كنت اقدر اروح الاستاد بس للاسف ما عنديش وقت فاضي لان عندي شغل. تحيه لكل راجل هيفضي نفسه ويروح اليوم ده في حب النادي الاهلي. اهلاوي انا والفخر ليا. السلام عليكم.